عليكم ورحمة الله وبركاته. امبارح دار مناقشة بيني وبين واحد زملكاوي، بس مناقشة غريبة جدا لدرجة اني قلت لازم اعمل عليها موضوع واعمل عليها فيديو. بداية الحوار كان ايه؟ قال لي يا احمد الاسد رجع لكم تاني. قلت له اسد مين اللي رجع لنا؟ واحنا غايب مننا اسد عشان رجع لنا تاني؟ قال لي يعني انت مش عارف مين الاسد اللي رجع لنا تاني؟ قلت له لا معرفش، والاسد لو عندكم اسد وغايب هيرجع لنا احنا ليه يرجع لكم انتوا؟ قال لي يا مستشار مرتضى. قلت له ماله ما يرجع لكم؟ يعني احنا نتمنى ان هو يرجع لكم. احنا ما نستغربش ان احنا نتمنى ان هو يرجع لكم، الغريب في الموضوع ان انت تتمنى انه يرجع لك. هو ده الغريب في الموضوع. استغربته جدا. ازاي انا مشجع محب النادي وكيان اتمنى ان اللي يرقص الكيان دون يكون ما عندوش كنترول على لسانه، السباب والشتايم في كل حته، اللي يعارضه يشتمه ويسبه ويلعنه، اللي يسأله يقول له صفقات يا سيادة المستشار يشتمه ويلعنه. لما اطلع اشتم جمهوري على الهوا، جمهور الزمالك اللي المفروض ده كيانه، الجمهور يا جماعة هم فاهمين الموضوع غلط. رقم واحد في المنظومة الجمهور، وده اللي الاهلي فاهمه بدري وبيطبقه وبيستفاد منه. جمهور النادي هو السبب في رعايتك والفلوس اللي بتدخل لك، هو السبب في انتشارك في كل حتة في العالم. جمهور الاهلي مخلي اسم النادي الاهلي في كل مكان بيتردد على الاقل. يعني مش هنقول ان الاهلي مكسر بره ولا عامل ولا مساوي، لا، بس اسمه بيتردد في كل مكان، الوطن العربي والشرق الاوسط وعالميا في كاس العالم للانديه. مين الداعم؟ مين اللي في ظهر النادي؟ الجمهور. مين سبب الرعايات اللي داخله للاهلي بالمليارات؟ الجمهور. يبقى انا غصب عني كاداره لازم احترم الجمهور، لازم احترم الجمهور. انت عندك واحد ما بيحترمش حد، ولا صغير ولا كبير ولا جمهور ولا مش جمهور، نفسي ثم نفسي، نفسي ثم نفسي ثم ولادي، ثم السمسرة والعمولات اللي بتطلع من اللعيبة. ده الموضوع اللي الزملكاويه كلهم فاهمينه وعارفينه، بس بيعمدوا في روحهم، لان القصة عندهم مش قصة حب زمالك بس. هم بيحبوا الزمالك مفيش مشكلة، بس القصة الأكبر عندهم هو كره الأهلي. ازاي تجرح الأهلي، ازاي تسيء للأهلي بأي طريقة إن كانت، عن طريق بقى إعلام فاسد يطلع يجيب لك كم شخص كده ما حدش يعرف عنهم حاجة. واحد فيهم من كام سنة كان يطلع يقول لك نادي الأهلي جمهوره أعظم جمهور، وأول ما اطرد وراح قناة الزمالك جمهور الزمالك هو أعظم. هي دي النماذج اللي انتوا بتتمنوها للنادي بتاعكم؟ هي دي النماذج والأفراد والأشخاص اللي انتوا تتمنوا إن هم يرتبط أساميهم باسم نادي الزمالك؟ هل هذا شرف لنادي كبير زي نادي الزمالك؟ اذا كنتوا انتوا تعتقدوا كده، احنا كاهلاويه ما بنعتقدش بالكلام ده، ما بنعتقد. احنا بنعتقد بالملعب، بالانتصارات، بالبطولات. ما بنضيعش وقتنا في الكلام في الهوا، في الفاضي، كلام في الهوا في الفاضي. يعني الاسد رجع لكم، طب يا سيدي يا مرحب. اذا كان هذا شرف ليك وعزة ونصر وكبرياء لنادي الزمالك، يا مرحب. احنا النادي الاهلي لا يضير شيء سوى اللسان. يعني ابعد لسانك عننا واعمل اللي انت عايزه عندك النادي، يا مرحب، ده بالعكس ده مصلحة لينا. والله اقسم بالله العلي العظيم وجود المستشار مرتضى منصور على رأس كيان نادي الزمالك اقسم بالله مصلحة كبيرة جدا للنادي الاهلي. الزمالك عمره ما هيشوف استقرار، عمر الزمالك ما هيشوف استقرار. عندنا كده كل يوم في مشكلة جديدة، كل يوم في مخاصمة مع حد جديد، كل يوم في مشكلة مع حد جديد من جوه البلد أو من بره البلد، من جوه البلد أو من بره البلد.
اتفرجوا على قنوات الرياضة التونسية والجزائرية، شوفوهم بيقولوا ايه عليكم. لو كنتوا انتوا عاملين مش واخدين بالكم، دي في حد ذاتها جريمة، كارثة. لو انت مش واخد بالك فيما يذكر اسم نادي الزمالك عند الناس دي بره، فانت في كارثة، انت في كارثة. اكسب، افوز، انا احسن نادي في الدنيا وانا احسن نادي في العالم، اتغلب، يبقى ادور على اي شماعة في الدنيا اعلق عليها، لغاية لو ما لقيتش حاجة اقولها اقول سيد عبد الحفيظ عامل لي عمل وسدد لي الشبكة. طب سيد عبد الحفيظ عامل لك عمل وسدد لك الشبكة محليا، طب وافريقيا، طب وعالميا، طب وعربيا. سيد عبد الحفيظ سايب شغله وسايب اللي وراه وماشي ورا منك، واخد الساحل في تحت كوعه وماشي ورا منك يعمل لك ايه؟ الكلام التهريج والكلام الهزار، الكلام اللي ما يتقالش غير من ناس عقلياتها فاتت من الثلاثينات، من الثلاثينات اقسم بالله. بس انا حبيت اتكلم عن الموضوع ده النهارده عشان الراجل اللي اتناقشت معاه امبارح ده بصراحه استفزني شويه، بس بعد ما مشيت فضلت اضحك يعني. قلت اذا كان العقليات كلها بالطريقه دي، فيبقى ربنا يعوض عليكم، ربنا يعوض على الزملكاويه والزمالك ليه ربنا. الزمالك ليه ربنا اذا كان الناس اللي ماسكينه ما بيفكروش غير في اهواء شخصيه، وما بيفكروش غير في الانتقام باي طريقه من نادي المنافس، قبل ما بيبص لنفسه، قبل ما بيشوف الخطأ عنده فين عشان يصلحه، قبل ما يتجمعوا على حب ناديهم. فيبقى ربنا يعوض عليكم، ربنا يعوض عليكم وربنا معاكم. إذا عجبكم الموضوع ما تنسوناش في السبسكرايب والشير واللايك، ادعمونا. السلام عليكم.